ازاي تراجع العربي من اليوتيوب وتطلع باكبر استفادة في اقل وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. ده اول فيديو في ازاي تراجع المواد من اليوتيوب، ولكن من فترة كنت نزلت شوية شورتس على القناة عن ازاي نراجع برضو واهم مصادر مراجعة بعض المواد. مبدئيا كده عشان تراجع العربي وتضمن انك تمام فيه لازم تراجعه فرع فرع. يعني ايه تراجعه فرع فرع؟ يعني النحو مثلا تاخده في يوم او يومين ورا بعض وتكون مخلصه في اليومين دول مراجعة وحل كمان، وكذلك البلاغة وباقي الفروع، وده لان العربي طويل، فلو انت بدأت فيه من غير ما تحدد ايه اللي المفروض يتذاكر وازاي هتذاكره الدنيا هتبوظ منك على الاخر. زي اراجع كل فرع. حاجه في طريقه المراجعه اللي هقولك عليها النهارده هي انك تحدد الفرع اللي هتبدا بيه الاول، تحدد كمان الوقت اللي هتذاكره فيه، وليكن مثلا انك بكره هتذاكر البلاغه من الساعه 9 للساعه 2، كده حددت الكم والفرع اللي هتذاكره وكمان حددت الوقت اللي هتذاكره فيه اللي هو من الساعه 9 للساعه 2. تاني حاجه بعد ما حددت الفرع اللي انت هتبدا بيه هي انك تحدد المصدر اللي هتذاكر منه، واياك في فتره المراجعه تذاكر نفس المعلومات من كذا كتاب لان ده هيشتتك، كمان هيضيع وقتك وطاقتك على الفاضي، وثبات المعلومات في مخك مش هيبقى زي ثباته لما تذاكر من مصدر واحد. طالما المحتوى واحد ذاكر من كتاب واحد بس. بعد ما حددت الكتاب اللي هتذاكر منه هتبدا تفتح الكتاب وتبص على الفرع اللي انت رايح تذاكر، تبدا تفتح الفارس او الفارس، مش عارفه الصراحه بيتنطق ازاي، اللي بيبقى متقسم فيه تقسيمه الدروس او الوحدات. تبدا تاخد نظره اللي هو تشوف كده انت واقع في ايه اكتر حاجه وايه اللي انت كويس فيه وبتعرف تحل فيه كويس قوي. الخطوه دي هتعرفك تركز على ايه اكتر حاجه، وكمان هتوفر عليك الوقت والمجهود لما تيجي تبدا انك تراجع. ولو في درس انت مذاكره قوي وبتعرف تحل عليه كويس اقراه بس بتركيز، لكن ما تضيعش فيه طاقه وجهد على الفاضي، هو كانك بتذاكره من جديد، ده طبعا غلط. تالت خطوه معاك هي انك تحدد المصدر اللي هتحل منه، وهنا بقى اقدر اقول لك حل من اكتر من مصدر زي كتاب الامتحان او كتاب كيان او غيره، وركز اكتر على نظام اسئله كتاب الامتحان لانه من اكتر الكتب اللي تثق في اسئلتها وما عندهمش مبالغه في وضع الاسئله. طب لو انت مش عارف تحل على اي حاجه بعد ما ذاكرتها تروح تجيب فيديوهات حل ليها من على اليوتيوب وتحاول تسمعها، وبعد ما تسمعها حاول انك تحل وتطبق. ودي كده اساسيات المراجعه، انك هتحدد الوقت اللي هتذاكر فيه وهتحدد كمان الفرع اللي هتذاكره، وكمان تقرا قراءه سريعه على الحاجات اللي انت مذاكرها وما بتغلطش فيها. الحاجات اللي انت ما كنتش مذاكرها او ما بتعرفش تحل عليها دي تذاكرها من الاول خالص. واهم خطوه هي انك تحل على كل اللي انت راجعته. اهم جزء في الفيديو النهارده هو المصادر او القنوات اللي احنا هنراجع منها. اول قناه معانا هي قناه مستر رضا الفاروق. طبعا مستر رضا الفاروق غني عن التعريف لانه طبعا دايما بينزل كل الفرع في 5 ساعات 4 ساعات او اكتر. تاني قناه هي قناه بسطناها لك لمستر محمد صلاح. طبعا القناه دي جميله جدا وخاصه في شرح النحو والبلاغه والتعبير وكل حاجه الصراحه. تالت قناه هي قناه مستر محمد صفو، ورابع قناه هي قناه مستر محمد السخاوي، خامس قناه هي قناه مستر عبد الله الشهاوي، واخيرا قناه مستر محمد ماهر. القناه دي للحل وهتلاقي عليها حل لكل كتب العربي في ثالثه ثانوي. القناه دي مهمه جدا لاي حد في المراجعه لان لو واقف عليك اي حاجه تروح تجيب الحل بتاعها من على القناه، وطبعا ده عشان تتعلم من الحل اللي هو بيحله قدامك وتحل بعدها. القنوات دي كنز حرفيا لاي حد بيفكر يراجع، حتى لو انت ممكن ما تنزلش دروس وتراجع من البيت. القنوات دي كنز تقدر تستغله في فتره المراجعه وتقفل كمان العربي بيها، ودي مش مبالغه. تريكات مهمه الفتره دي لازم تطبقها. متنساش تشوف وتحل امتحانات السنين اللي فاتت، حاول تشوف هو مركز على ايه. اي نعم ممكن ما يجيبش نفس الاسئله دي بس تبقى برضو خدت فكره عنه. تاني حاجه حاول انك تعلي مستواك على قد ما تقدر، وده طبعا بالحل وتطبيق طريقه المراجعه اللي انا قلت لك عليها. تالت حاجه لو انت شاطر قوي وخلصت حل كتب المراجعه تاني زي الشاطر تحلهم بطريقه تانية انك تراجع عليهم يعني، وهو برضو تتعلم من اخطائك. لو كنت غلطت قبل كده وانت بتحل الامتحانات دي فاكيد هتعدي على الغلطات وتتعلم. اخر واهم نصيحه النهارده في الفيديو ده ان العربي بيحتاج حل كتير قوي عشان تعلي مستواك فيه، خصوصا في القراءه والنصوص والتعبير والبلاغه وكل ده. عشان تحل الاسئله دايما في حاجات بتحتاج وانت بتذاكر انك تفهمها، وفي حاجات بتحفظها، وفي حاجات بتفهمها وتحفظها الاثنين مع بعض. ولكن مفيش حاجه اسمها ان مفيش حفظ في العربي او مفيش حفظ في ثانويه عامه، دي اصلا اكبر كذبه. امال هنحل الاسئله ازاي لما مفيش حفظ؟ خلاصه الكلام مهما كنت بتفهم المعلومه لازم تحفظها وتطبق عليها. النصيحه الاهم يا شباب الوقت. احنا طبعا في رمضان وداخلين على عيد وخروجات وزيارات وحاجات كده كتير، على قد ما تقدر استغل وقتك في انك تراجع وتلم كل الحاجات اللي انت واقع فيها. لسه في وقت من الوقت لحد يوم الامتحان، لسه في وقت وهتلم اكتر من اللي بدأ. انت تبدأ وتنوي النية بس انك هتبدأ وان شاء الله ربنا هيكرمك. الفترة دي حاول تركز على قد ما تقدر لانها حصاد سنة كاملة وتعب سنة كاملة، مش ممكن تضيعه في يومين او شهرين عشان انت مثلا تعبان او كده. تعالى على نفسك بس الشهرين ده هم وان شاء الله خير، وباذن الله السنه الجايه في الوقت ده تكون في الكليه اللي انت بتحبها والمكان اللي انت حلمت بيه، وربنا يوفقكم جميعا ويكبر خاطر. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه عشان تشوف بقيه الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.